بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض البيتزا. ما شاء الله عليها قد ايه هي جميلة وطرية. ما خدتش معايا وقت. ما شاء الله عليها جميلة وقد ايه هي طرية وحلوة. آه احلى كتير من بتاعة المطاعم. اعمليها لولادك هتعجبهم قوي قوي ما شاء الله. بسم الله. اول خطوه معايا انا نخلت الدقيق كويس قوي وحطيت عليه معلقه سكر ومعلقه ملح، ومعايا هنا خميره فوريه هقلبهم مع بعض كويس قوي معايا خطوه خطوه كده عشان نشوف معانا احلى بيتزا، احلى من بتاعه المطاعم. ولادك هيحبوها جدا جدا ومش عارفه يطلبوا منك انك تروحي اي مطعم. بعد كده عندي كوبايه لبن دافيه، ممكن احط لبن كوبايه كلها لبن، ممكن احط لبن على ميه، ممكن احط لبن بودره واحط ميه على حسب ما انت عاوزه. هقلب كويس. معايا كمان معلقتين من الزيت، بنزل بمعلقتين من الزيت واعجنهم كويس قوي. انا مش هعجن طبعا بالمعلقه، انا همسكهم كده والفهم بايدي. بمسك العجينه بعجنها كويس قوي. وعلى فكره البيتزا اي معجنات عامه مش ليها معيار في الميه، انت بتحطي الميه تدريجيا لغايه ما العجينه تحس ان هي مش عايزه ميه. وفضلنا ندعك في العجينه لغايه 10 دقايق عجن، لغايه ما لمت معايا وبقت ما شاء الله قطعه واحده اهي، لمت معايا خالص. فانا هسيبها في الطبق وهغطيها بالاسترتش. وعندي العجينة عجنت فيها لمدة 10 دقايق ما شاء الله، بقت زي ما انتم شايفين طرية وجميلة. بس لازم نسيبها تخمر قيمة نص ساعة ساعة على حسب ما انت تشوفيه قوامها تحت الطبق. وعندي هنا الاسترتش، فانا هغطيها بالاسترتش. لو انا ما عنديش استرتش ممكن اغطيها بطبق عندي او صينية، ما اقفش على حاجة معينة، على حسب اللي عندك تستخدميه. وغطيناها بالاسترتش وهنشوفها لما تختمر تبقى الوضع عامل ازاي، شكلها عامل ازاي. وعندي الحراف هنا بجيب جبنة سايلة بقفل عليها، بتخلي طعم البيتزا حلو قوي. طبعا زي ما انتم شايفين كده بمسكها من الطرف وعلى طول واحدة واحدة بلاقي نفس العجينة بتمشي معايا ما شاء الله. طبعا تاني خطوة بنعملها بنحط صلصة البيتزا. انا عملت صلصة البيتزا هنا في البيت، حطيت عليها زعتر وحطيت عليها شطة، والشطة دي اختياري، وحطيت عليها مكعب ماجي بعد كده، وحطيت معلقة زيت. هفردها على العجينة، هفردها كويس قوي. ومعايا هنا الحشو بتاع البيتزا، عندي فلفل الوان وعندي فلفل اخضر وعندي فلفل زيتون سوري، وعندي طماطم، وعندي شاورما فراخ بحطها شاورما فراخ، وعندي جبنه موتزاريلا، وعندي جبنه ميكس. فانتي تختاري الحشو اللي انت عايزاه حسب ما انت عاوزه وحسب ما انت بتحبي اختاري. ممكن ابنك ما بيحبش الطماطم ما تحطيش طماطم، ممكن حد تاني ما بيحبش الفلفل ما تحطيش فلفل، على حسب ما ولادك بيحبوا حطي. بيحبوا الطماطم حطيها، في ناس ما بتحبش الزيتون عادي برضو، مش في مشكلة، الحشو ده اختياري. ومعايا البيتزا في الفرن تستوي ما شاء الله عليها جميلة جدا. طلعت الصينية من الفرن ورشيت عليها موتزاريلا تاني، قرب ما بتستوي 3/4 سوا بزود الموتزاريلا. والبيتزا خرجت من الفرن ما شاء الله عليها قد ايه هي طرية وجميلة، احسن كتير من بتاعة المطاعم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هنقطعها مع بعض.
الصينية بس سخنة شوية. هنطلع خرطة مع بعض ونشوفها قد ايه هي جميلة ما شاء الله عليها. فيها المطة ما شاء الله، طرية جدا جدا جدا، احلى كتير من بتاعة المطاعم. وبلاش كل يوم تروحي المطاعم.